السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ لقيت في الجروب البرازيل بالتفصيل ناس بتسأل كتير يعني على إيجار البيت، وما هي المتطلبات المطلوبة في إيجار بيت في البرازيل. أولا بنسبة 90% ل 99% من الشركات بتطلب بوستا دي هنتا إثبات دخل، زائد بتطلب منك كشف حسابك البنكي من 3 اشهر او 6 اشهر فاتوا، يشوفوا فلوسك اللي انت بتدخلك قد ايه وبتخرج قد ايه، ومعاك فلوس هتدفع الايجار اصلا ولا لا. ومعظم الشركات ما بتطلبش منك تدفع مقدم شهرين او 3، لا بتقول لك روح لشركه التامين. مثلا لو الايجار ب 1600 ريال في الشهر، بيت هنا في كوارلس انا كنت شايفه، لقيته بيقول لي هتدفع 170 ريال لشركه التامين، عشان لو انت ما دفعتش حصلت حاجه في الشقه شركه التامين هي اللي تدفع. فانا قلت لهم بصراحه السلام عليكم مش عايز. فانا قعدت ادور على شقه ب 1300 ريال من المالك مباشر، وما طلبش مني التامين شركه، بس قال لي تدفع شهرين مقدم. دفعت له شهرين مقدم والحمد لله خدت الشقه، بس طلب مني كشف حساب البنك، ما طلبش مني بوستا دي هنتا. فمعظم الشركات اللي انت هتأجر منها بيت في البرازيل هتطلب منك اثبات دخل زائد كشف حساب بنكي لمده 3 أو 4 اشهر فاتوا، عشان يشوفوا الفلوس اللي داخله ولا خارجه. تمام؟ زائد تأمين ضد الحريق 100 ريال، زائد تأمين لو حصل ما دفعتش حصل حاجه والكلام من ده هتدفع لك 170 ريال. يعني لا تدفع 170 ريال، لا تدفع 100 ريال فوق الايجار بتاعك، وتستلم المفتاح، وبعد شهر بعد شهر تدفع بدايه الشهر الايجار بتاعك. اما عن نفسي انا دفعت شهرين مقدم وما دفعتش تامين، ماليش دعوه بالتامين ولا الكلام من ده، كتبت عقودات بس من المالك مباشر. تمام؟ بس هو شاف كشف حساب البنكي اللي داخله اللي خارج. طب احنا لو ما عندناش اثبات دخل زائد الحساب البنكي، ايه اللي هيحصل؟ هتضطر تأجر شقق مفروشة، وهيبقى ايجار من 3500 4000 5000، ممكن توصل ل 7000 في منطقة جواروليوس. تمام؟ او تحط يعني او تسيب مثلا 6 اشهر مقدم عشان يأجر لك. يعني مثلا الايجار 1600، يعني واحد صديقي عزيز يعني كان بيته في سان لوكاس ب 2000 ريال، عشان يأجر وهو معهوش ورق ولا معاه دوكيمنت ساب 6 اشهر، 2000 ريال في 6 ب 12000 ريال، ساب 12000 ريال عشان يعرف يأجر البيت بتاعه. فانت لو ما عندكش اثبات دخل او حساب بنكي هتدفع كتير. تمام؟ ده ملخص ازاي اقدر اجر بيت في البرازيل. فانت عشان تأجر بيت في البرازيل هتحتاج اثبات دخل زائد الحساب البنكي، غير كده هتدفع كتير. تمام؟ هنقول ايه تاني؟ هنقول الايجار حسب المنطقه. انا مأجر في جوارولوس ب 1300، في منطقه ب 1600 في السنترو، في ب 2000، كل واحد بيأجر بمزاجه يعني. سان باولو بقى والكلام من ده بتبدأ من حسب المنطقة ب 1200 برضه، ب 1300 ب 800، سانتاندري ب 800 ريال 900 ألف. تمام؟ حسب المنطقة وحسب المكان بيحدد سعر الإيجار. تمام؟ أما الشروط الملزومة عشان تاخد إيجار كويس وبسعر مناسب: إثبات دخل والحساب البنكي بتاعك. تمام؟ أسعد الله أوقاتكم والسلام.